السلام عليكم بنات. فأكيد قلت ملوا من الروتينات، خل أغير لهم شوي. وهاي مثل ما تشوفون دخلنا للسوبر ماركت. طبعا هذا مو بس سوبر ماركت، يحتوي على جميع الأشياء بأقسام، وكل قسم له احتياجاته. قسم المواد الغذائية، قسم الديكورات الرمضانية، قسم الورود، قسم العطورات، قسم الشامبوات. وهاي شوفت عينكم. وبنات هاي بعد ما رجعنا من السوق، بعد تدرون اللي رجع من السوق تعبان، فقلت خل أسوي هذا العشاء الخفيف والبسيط بسرعة، يعني ما يحتاج لشي. فهنا ثرمت هاي الزلاطة، وجبنا فلافل وصمون وروبة والقاسمة الله. وبعد ما تعشينا وخلصنا فجينا نصب الشاي، وراح نشرب شاي ونخلص. فحبيت أسوي اليوم وياكم لقمة الباشا. فتدرون بعد من يتعشون ويخلصون تالي الليل يظلون قاعدين وسهرانين ل11، يقولون ماكو شي ناكل. فقلت خل أسوي لهم هاي الحلوى السريعة. عندي هنا لتر حليب وقلاص شكر وقلاص طحين، يعني انتي بكيفك، مو شرط تخلين هذا اللتر كله، تضيفين نص من عنده وتخلين نص قلاص شكر ونص القلاص طحين وتضيفينهن فوقه، وتظلين تخفقين بيه منه لما وتخلينه على النار وتخفقين بيه، تخلين قوامه يصير مثل قوام الكاستر، هيك لا هو ثخين كلش ولا هو خفيف، مثل قوام الكاستر. وعندك انت صينية مثل على الصفحة تخلين بيها جوز مبروش، تحطين ببطنها جوز مبروش وتخلينها،
ومن يسخن عندك هذا يصير قوامه مثل قوام الكاستر، فأنا تخلين هنا بهذا الصبينة عليه وتخلينه من يسخن قوامه يصير مثل الكاستر، الصبينة عليه وتخلينه بالصينية وتخلينه هنا بالثلاجة ساعتين. ايش ما ظل يعني بعد احسن، ساعتين اكثر بكيفك انتي، بس هو ساعتين انا اخليه. وبعدها انت عندك كريم شانتي خافقته ومخليته يمس بالثلاجة. من تشوفين هذا ورا الساعتين الصك راح يجمد، تخلينه بالثلاجة، تخلينه عليه وتخلين عليه ربع قالب زبدة وتشيس فانيلي، عندك هيل مطحون بعد أحلى. خلينا عليه، ومن بعد ما يسخن هاي هسه أنا هاي الصينية اللي عندي راح أخلي بيها جوز مبروش. هاي رشيلها جوز مبروش، شقد ما تخلي له يصير أحلى. وعندي فستق على صفحة، فستق ماسخ، عفوا فستق ماسخ، فأنا طحنته وخليته راح أخليه أحشيه بيه. مو ضروري تخليله، بس أنا حبيت أخليله وانت بكيفك. وهذا قوامه مثل ما تشوفون، لا تخلينه سخين كلش، خليه يعني مثل الكاستر. وهذا قوامه مثل ما تشوفون. فأنا الفستق مو ضروري، أنا خليته إلي هاي رقبتي خليت له فستق. وهذا من بعد ما خليت له الفستق راح أخليه بالثلاجة ساعتين. وهاي عندي الكريمة خافقتها على صفحة وراح أخليها عليه، وأبدي ألفه أقطعها هسه أراويكم أقطعه بالسكين وألفه لفات بسيطة. إذا عندك فستق أخضر فستق حلبي تخليله للزينة بعد أحلى يطلع. وهاي من بعد ما طلعته من الثلاجة وخليت له الكريم، فأنا خليته أقل ساعتين، بس إذا تريدين يصير عندك مضبوط خليه ساعتين. من ورا ما تصبينه بالصينية خليه ساعتين بالثلاجة وبعدين طلعيه. وهاي الطريقة النهائية مثل ما تشوفون. وزينته بالفراولة، فقلت لكم ما عندي فستق أخضر حلبي، خليت زينته بهاي الفراولة مثل ما تشوفون. جربوها وإن شاء الله تعجبكم، ولا تنسوا اللايك والاشتراك، ومع ألف سلامة.